الواحد يا سيدي دايما بيشوف ان الموبايلات بتتطور وبتديك حاجه قويه جدا، مثلا معالج مش عارف ايه يديك المعالج التاني اقوى منه فيديك مثلا 90 فريم ولا 120 فريم والحاجات دي كلها. ولكن المره دي احنا معانا موبايل غريب جدا لانه هو قدم طفره، هو بدل ما ينط جيل نط 3 اجيال تقريبا. النهارده معانا موبايل مفيش كلام يوصفه غير ان هو يعتبر فلاج شيب حرفيا، وده بسبب كل حاجه موجوده في الموبايل، بخامات التصنيع الممتازه، كمان الشكل الموبايل اللي انت بتبص عليه من بعيد تحس ان هو ايفون 16 برو ماكس. ده غير كمان عزيزي المشاهد ان هو يعتبر ايفون 16 برو ماكس لان السوفت وير بتاعه هو نسخه تبقى الاصل من الايفون حرفيا. فانت لو واحد جايب الايفون وعايز تروح للاندرويد فده اكتر موبايل مناسب ليك، على شاشه اللي انت ما تحسش اللي انت بعدت عن الايفون، لا ده يعتبر هو بس على اندرويد بس، هو مدولك توليفه على اندرويد ايفون بس. يعتبر ده اكتر موبايل هيبقى مناسب ليك اللي انت تسيب الايفون وتروح الاندرويد، لان مش فيش فرق ما بينهم يعتبر. ازيكم يا شباب عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمر هاني في فيديو جديد، واهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده معانا موبايل جديد، والموبايل النهارده احنا بنتكلم على موبايل هو يعتبر مش فلاج شيب كيلر جامد قوي، ولكن هو يعتبر بنفس المواصفات بتاعه الفلاج شيب بتاعته القويه دي، لان الموبايل اللي معانا هو الاونر جي تي برو. حتى كمان اصلا موبايل الشكل بتاعه اللون بتاعه نفس لون الايفون، اصلا هو جاي من الرمال الصحراء، هو اللون بتاعه اسمه كده الرمال الصحراء، نفس اللون نفس الدرجه. يعني انت لو حطيته نفس الاثنين مع موبايلين ايفون وهو الاونر هتلاقي ان الاثنين نفس اللون، مفيش اي اختلاف خالص. والموبايل هنا الخامه التصنيع بتاعته هي بس المختلفه هنا، لان هو جايب خامه تصنيع احنا مش بنسمع عنها كتير، وهي حاجه اسمها البوليمر فايبر، حاجه زي كده خليط ما بين البلاستيك وحاجات زي كده، يعني من هذا القبيل كتير، ولكن هي ارقى وانضف واحسن من البلاستيك بكتير طبعا، بخلاف ان الايفون بيجي من التيتانيوم، ولكن هنا كمان الملمس بتاعه كويس جدا. وتصميم الكاميرات اللي موجود هنا في الموبايل في اطار حواليه كده مكتوب من تحت كده كلمه جي تي، علشان لما تيجي تمسك موبايل يحسسك ان ده يعتبر حاجه كده اديشن، حاجه كده مختلفه عن بقيه الموبايلات بتاعت اونر. شكلها لذيذ الصراحه، ودي مش يعتبر مش ستيكر، لا هي محفوره داخل الاطار، فهي شكلها لذيذ جدا الصراحه يعني. وكمان التفاصيل اللي موجوده هنا على موبايل ب $510، فطبعا ده تفاصيل حلوه جدا، وطبعا احنا بنشوف موبايلات بالسعر ده فيها تفاصيل حلوه، فبالتفاصيل بتاعه الموبايل ده تحتسب له. ده غير كمان هنا ان انت عندك هنا زرار الباور اللي موجود في الموبايل هنا مطعم بشريط او خط كده من اللون الاحمر، شكله لذيذ جدا وبيديك ملمس حلو، بتعرف ان ده زرار الباور عن بقيه الزراير اللي موجوده بتاعه التعليه والتوطيه او الفوليوم يعني. ده غير كمان هنا ان الموبايل هنا بيجي لك مقاوم للميه والغبار باعلى معيار موجود دلوقتي في العالم، وهو الاي بي 68 وال 69، يقدر يوصل معاك لعمق متر ونص تحت الميه لمده 30 دقيقه عادي. سمك الموبايل هنا 8.6 مللي، السمك بتاعه تخين شويتين، ولكن هنا الوزن بتاعه 212 جرام، برضه يعتبر هو تقيل شويه. لو بصيت بقى على الناحيه الثانيه من الموبايل هتلاقي الفخامه كلها اللي موجوده هنا، هتلاقي الشاشه يعتبر مستحوذه بشكل كبير جدا على الحافه الاماميه اللي يعتبر بنسبه 90%. ده غير كمان جوده الشاشه الحوار هنا بقى، احنا بنتكلم على جوده شاشه قويه جدا وجباره جدا في الموبايل ده. نوع الشاشه هنا هي بتجيلك ب LTPO OLED 678 من 100 بوصه، بتدعم المليار لون فول اتش دي بلس، بتدعم كمان الاتش دي ار 10، وبتدعم كل حاجه لمزايا الشاشه 2800 في 1224 بكثافه بكسلات 453 بكسل لكل بوصه، طبعا رقم مميز جدا ورقم ممتاز. هتقدر تاخد تجربه الوان وصور وافلام ممتازه جدا، وحتى كمان تجربه الالعاب هتبقى ممتازه جدا بسبب وضوح الرؤيه. كمان هنا الموبايل بيدعم بطبقه حمايه، ولا من جوريلا ولا من اي حاجه ولا الشيلد وكريستال شيلد والحاجات دي، لا هو جايه من اسم حاجه جديده اسمها جنت رينو، ما أو مش فاهم اسم ايه الصراحه، بس هي جايه بطبقه حمايه، ودي طبعا حاجه كويسه جدا. ودرجه السطوع بتاعت الشاشه هنا بتوصل لغايه 6000 نيتس. 6000 نيتس ده رقم كبير جدا. طبعا انا مش عايز برضو ان انا ايه اعمل حاجه بقى ايه اشعر بيها وحاجات دي كده، لا ده ال 6000 ده البيك بتاع الشاشه، يعني مش بيطلع غير في حاجات معينه، اللي هو لو انت بتتفرج على محتوى مثلا اتش دي ار، او اللي انت مثلا واقف في اشعه الشمس المباشره، فهو بيوصل لغايه 6000 ملي امبير، لان مفيش عين هتوصل 6000، انت مش محتاج 6000 في حاجه اصلا يعتبر، فهو 6000 ملي امبير في اوقات معينه في ظروف معينه، ولكن هو الفعلي بتاع الشاشه بيوصل لغايه 1600 نيتس، فطبعا برضو ده رقم كويس يعتبر، مش اعلى حاجه. كمان هنا انت عندك الشاشه هنا بتوصل لريفرش ريت 144 هرتز، واللي هنا هي كمان بتتغير وفقا للمحتوى اللي انت بتعمله، سواء بقى بتعمل سكرول ولا بتلعب العاب، بيتغير على حسب اللي انت بتستخدمه دلوقتي علشان يقدر يوفر معاك في البطاريه بشكل كويس. الشاشه هنا بتديك 1.5K يعتبر داخل على 2K كمان، فطبعا هنا الشاشه الصراحه ممتازه جدا. الشاشه هنا عظيمه وعالميه، الوان، ساتوريشن، كونتراست، الدايناميك رينج اللي موجود ما بين الحاجات، كل حاجه هنا ممتازه، الوان بتطلع طبيعيه جدا. بصمه الشاشه هنا كمان موجوده داخل الشاشه، وهي سريعه جدا وما بتغلطش وقويه جدا، وحرفيا المكان بتاعها كمان مناسب جدا وسريعه جدا. كمان انا حابب اقول لك ان البصمه هنا اصلا جايه من الالتراسونيك، دي حاجات ما بتجيش غير في الفلاج شيب، فعشان كده انا بقول لك الموبايل ده يعتبر فلاج شيب حرفيا. هنا جايه لك من مستشعر اللي بيبقى موجود في الموبايلات الفلاج شيب فقط، وهو الالتراسونيك، فالبصمه هنا يعني من اسرع البصمات اللي موجوده في الفئه بتاعته يعتبر. طبعا اللي بيخلي كمان البصمه سريعه طبعا هو المعالج والسوفت وير اللي موجود هنا، اللي انا زي ما قلت لك ان هو يعتبر نسخه طبق الاصل من الايفون
16 برو ماكس. هنا انت عندك كمان الويدجت كمان بتاعت الموبايل ذات نفسها يعتبر نفس الايفون، نفس الويدجت ونفس الايقونات بتاعت الابس اللي بتبقى موجوده في الموبايل، هي يعتبر شبهها جدا، حتى كمان السيتنجز. بس طبعا قبل ما نتكلم بقى عن السوفت وير والحاجات دي كلها، تعال نتكلم عن العقل المدبر بتاع الموبايل وهو المعالج. المعالج اللي موجود هنا هو المعالج السناب دراجون ال 8 اليت، بيوصل كمان ل 3 نانومتر، اقوى معالج موجود في العالم حاليا، مع المعالج الرسومي 830 ادرينو 830. واللي مختلف كمان هنا ان انت عندك معالج ال8 اليت اكستريم، بمعنى ان انت عندك هنا المعالج ده في تظبيطه محطوطه في الترددات بتاعه الانويه بتاعته عشان يقدر يديك اقوى حاجه. انت عندك هنا المعالج ده ثماني النواه، دي اول حاجه، فانت عندك نواتين لوحدهم بيوصلوا من تردد 3.53% ل 4.47%، فالتردد بتاعهم قوي جدا، فيقدروا ان هم يدوك كل حاجه انت عايزها. لعب بابجي موبايل هتقدر تديك هنا 120 فريم مستريح، طبعا ده لو المطورين قدروا ان هم او طوروا يعني اللعبه على المعالج، وده معناته ان المعالج ده المفروض ان هو هيبقى اقوى من السامسونج جالاكسي اس 25 الترا اللي موجود دلوقتي، اللي هو الموبايل الفلاج شيب بتاع سامسونج، لان هنا زي ما انا قلت لك ان هو معالج جاي اكستريم متعدل على الانويه بتاعته ان هو يديك اقوى حاجه عنده. وبقيه الانويه اللي هم الست كورز الاخرانيين دول اللي فاضلين بيجوا ب 3.53%، يعتبر برضو رقم قوي. دول بقى بيبقوا للمهام اللي موجوده حوالينه بقى، اللي هو يقدر يوفر البطاريه، بيحاول يقلل من الطاقه، استهلاك الطاقه، يقدر ان هو يعمل الهيرتز اللي انا قلت لك عليها ان هو يقلله او يعمله على حسب السكرول اللي انت بتعمله او الاستخدام اللي انت بتعمله، ويقدر ان هو يعمل حبه تاسكات بالحاجات الخفيفه اللي موجوده في الموبايل. وطبعا بسرعه الترددات والمعالج والحاجات دي كلها طبعا الموبايل هيسخن منك، فعشان كده هو محتاج يكون فيه غرفه تبريد محترمه، وبالفعل غرفه التبريد هنا ممتازه جدا في الموبايل. وحده التبريد اللي هنا او غرفه التبريد اللي هنا مش مخليك ان انت تقدر تحس بسخونه مفرطه او سخونه ملفته ايدك تلسعك وانت بتلعب، ده مش موجود في الموبايل ده خالص. كمان هنا الموبايل ده مختلف شويه عن بقيه الموبايلات اللي موجوده في العالم، لان الموبايل ده هنا بيجي بثلاثه معالج مش معالج واحد. تعال افهمك ليه. طبعا اول معالج احنا اتكلمنا عنه اللي هو المعالج الاساسي بتاع الموبايل، ولكن انت عندك كمان معالج انهانس سي 1 بلس، وده يا سيدي هو يعتبر جاي بالذكاء الاصطناعي، بيقدر ان هو يقوي لك الشبكه بشكل كبير، حتى لو في حته يعتبر الشبكه فيها معدومه يقدر يخليها لك قويه جدا ويقدر يديك شبكه ممتازه. وبالنسبه كمان للمعالج الثاني او النواه الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها، فهي اسمها باور انهانس اي 2، ودي بقى مسؤولة عن تحسين تجربة استهلاك الطاقة، يعني يقدر ان هو بقى يوزعها ما بين الترددات الانواع القوية والضعيفة، ويقدر ان هو يقدر يعمل لك استهلاك طاقة والحرارة بشكل جميل عشان ما يديكش السخونة اللي انت بتبقى مش محتاجها اكيد يعني. والانواع الثانية والثالثة دول هم ضمن حاجات المميزات او الاضافات اللي موجودة في الموبايل من الذكاء الاصطناعي، فهي يعتبر حاجات من الاضافات بتاعت الذكاء الاصطناعي، فعشان كده انا قلت لك ان هي يعتبر 3 معالجات مش معالجات حقيقية، فاهم قصدي؟ دي الفكرة كلها. بس طبعا ان هي تكون موجودة طبعا دي شيء مميز جدا. وطبعا عندك هنا اندرويد 15 مع كمان الاو اس بتاعها اونر، طبعا بيديك توليفه ممتازه جدا، اللي هو هنا يعتبر السوفت وير بتاع اونر هنا ممكن نقول عليه ال 18 بايونيك بتاع ابل حرفيا، لان هو يعتبر نسخه طبق الاصل. الموبايل هنا بيجي لك 256 جيجا و512 وكمان 1 تيرا، والنوع الذاكره الداخليه هنا هي سريعه جدا، بتيجي من نوع اليو اف اس 4.1، والموبايل هنا بيوصل كمان من 12 جيجا رام لغايه 16 جيجا رام، فطبعا ده رقم كويس جدا 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 جدا. ومن نوع ال دي دي ار 5 اكس كمان، يعني هي طبعا برده سريعه. الموبايل طبعا هنا مساحه التخزين بتاعته مش محتاج انت يكون عندك كارت الميموري الخارجي، وهو هنا اصلا الموبايل مش بيدعم الكارت الخارجي، ولكن هو مش محتاج الصراحه ان هو يدعم الكارت الخارجي، هو هنا الموبايل جامد جدا لوحده من كل المجاميع بتاعته. على بقى سيبنا من الكلام ده كله، طبعا احنا اتكلمنا على لعبه بابجي موبايل ان هو يقدر يشغل لك اي حاجه بطريقه ستيبل كويسه جدا على 120 فريم لو قدر ان هم يطوروا المعالج، لان المعالج هو قديم شويه بس ممكن يكونوا لسه ما طوروش الله اعلم، ولكن ده يقدر يشغل لك 120 فريم مستريح جدا يعني على لعبه بابجي موبايل على اعلى حاجه يعتبر عادي. فعشان كده انا ما اتكلمتش في الحته دي لان هو اقوى معالج في العالم، فانت خلاص المفروض فهمتها لوحدك، فاهم قصدي؟ بس دي الفكره. لكن طبعا ده معالج قوي جدا. وطبعا بالنسبه للسوفت وير وبالنسبه للمميزات بتاعه السوفت وير، فطبعا انا مش محتاج اقول لك ذكاء الاصطناعي مثلا في حوار اللي انت تشيل الناس من على الصوره، او كمان حوار التكست اللي انت مثلا تقدر تحول اي حاجه للمقال، حاجات طبيعيه اللي احنا اتكلمنا عنها في اكتر من موبايل في الذكاء الاصطناعي، طبعا دي موجوده بشكل كويس هنا، غير كمان اختصارات تانية موجوده اصلا في السوفت وير بتاع اونر، زي مثلا انت تقدر تعمل دراج اند دروب لاي حاجه مثلا انت عايز تعملها، تعمل لها شير الناحيه الثانيه، حاجات كتير جدا موجوده في السوفت وير بتاع اونر لا حصر لها. فعشان كده طبعا دي في حاجات بقى انت محتاجها لما تيجي تمسك الموبايل تكتشفها بنفسك، لان انت هتلاقي فيها حاجات حلوه كتير. بس تعالى بقى نتكلم عن كمان الحاجه الجامده جدا في الموبايل وهي الكاميرات. الموبايل هنا بيجي لك بثلاث كاميرات، والثلاث كاميرات بيجوا لك ب 50 ميجا بكسل. اول واحده تدعم التركيز التلقائي، بتيجي لك بفتحه العدسه اف 2.0، هم يعتبر كلهم كمان بيجوا بنفس فتحه العدسه، يعتبر فتحه العدسه اللي هي اف 2.0 او اف 2.0 يعتبر هم الثلاثه برضو بيجوا نفس الكلام، وبتدعم الاوتو فوكس كمان والتثبيت البصري اللي هو الاو اي اس. والكاميرا الثانيه هي برضو 50 ميجا بكسل زي ما انا ما قلت لك، ولكن هي بتدعم التقريب البصري اللي هي تقدر تعمل لك حاجه زي الماكرو كده. والكاميرا الثانيه هي للالترا وايد عشان تقدر
تديك صوره بزاويه واسعه. التصوير هنا بيوصل 4K 30 او 60 فريم، وطبعا ده رقم ممتاز جدا. وكمان هنا الموبايل بيقدر يدعم تصوير الصور ال HDR فيفيد زي الشاشه بتاعته بالظبط، تقدر تطلع الوان ممتازه جدا والوان مشبعه للعين. وطبعا مش محتاج ان انا اكلمك عن التصوير في الموبايل، هنا الاضاءه بتاعته ممتازه، التصوير هنا عالمي. انا بالنسبه لي بس انا ما بفهمش ليه فتحه العدسه بتبقى 2.0، ممكن تخليها 1 يا معلم عادي جدا، انا ما اعرفش ليه بيخلوها 2. ولكن هنا التصوير بطريقه ما قادر ان هو يطلع صور ممتازه، سواء بقى في الاضاءه المتوسطه ولا المنخفضه، يطلع لك صور عالميه حرفيا. وعندك برضو هنا الكاميرا السيلفي اللي موجوده 50 ميجا بكسل، وبرضه سبحان الله اف 2.0 برضه ما شالوش اي حاجه، هم حطوها الكاميرا كمان كوبي بيست في كل حته، هي نفس الكاميرا حطوها كوبي بيست في كل حته. وبتدعم برضه التصوير ال 4K 60 فريم او 30 فريم. والموبايل هنا كمان في تجربه الاستيريو سبيكر ممتازه جدا، ومفيش اي نوز ومفيش اي بيز عالي ولا الحاجات دي كلها، كل حاجه تريبل، كل حاجه ممتازه جدا وصوتها قوي ونقي. كمان هنا الموبايل طبعا ما فيهوش مدخل سماعات 3.5 مللي، طبعا دي مش موجوده، ولكن هنا بيدعم خاصيه ال NFC، وكمان في خاصيه الاي ار سنسور. غير كمان ان انت عندك هنا الموبايل بيديك كمان هابتك فيدباك كويسه، لان هو هنا عنده موتور حقيقي موجود داخل الموبايل، فبيقدر يديك تجربه مثاليه. ده حتى كمان اصلا في طريقه اللي انت مثلا بتيجي تفتح المنبه او حاجه، فبيجي لك كده التروس لما تيجي تحركها بتسمع صوت عالمي الصراحه، الصوت بتاعها جامد جدا، اكنك فعلا بتطلع تروس حرفيا، فصوتها كويس جدا. الموبايل هنا كمان بيجي لك باقوى بطاريه موجوده في السوق يعتبر، وهي 7200 ملي امبير. ده غير كمان ان البطاريه هنا بيجي لك بالطريقه الجديده او بطريقه التصنيع الجديده للبطاريات، وهي اللي اسمها السيليكون كاربون. 7200 ملي امبير ده رقم ممتاز جدا عظيم يعني. والموبايل بيجي لك كمان بسرعه شاحن 90 واط. الموبايل ده يقدر يقعد معاك يومين عادي جدا، عادي جدا حرفيا عادي خالص. الموبايل ده بيشحن في 50 دقيقه بس من 0% ل 100%. الموبايل هنا ما فيهوش شحن لاسلكي، ولكن في شاحن لاسلكي عكسي بقدره 5 واط، وما اعتقدش انت هتبقى محتاجها في حاجه يعني، اعتقد يعني خالص. وطبعا كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي هتبقى موجوده في العلبه، عندك الشاحن وراس الشاحن سلك الشاحن والحاجات دي كلها، وعندك هنا السكرين بروتكتور، وعندك دبوس الشرايح، فدي حاجه طبعا مميزه جدا في الموبايل. واخيرا اخر حاجه معانا هيبقى سعر الموبايل، اللي هو بيجي ب 512 و12 جيجا رام، هيجي لك ب 512 جنيه مصري. طبعا الحاجات دي انا بحولها لك يعني عشان هو لسه مش موجود في مصر، فانا بحولها لك بالمصري. والنسخه ال 512 16 جيجا رام هتبقى ب 590 دولار. وطبعا حدث ولا حرج بقى، النسخه الواحد تيرا 16 جيجا رام هتبقى ب 660 دولار. ولكن ال 550 دولار ده اللي هي الاقل نسخه يعتبر ب 27000 جنيه مصري. طبعا ده رقم ممتاز جدا في الموبايل، صراحه موبايل ممتاز جدا، بيقدم تجربه ممتازه، شاشه عظيمه جدا وعالميه الصراحه، الشاشه جامده. طبعا المعالج انا ما حبيتش ان انا اتكلم عليه كتير، لان المعالج ده هو اقوى معالج في العالم، فخلاص انت عارف ان انت هتاخد منه اعلى حاجه في كل حاجه. الكاميرات ممتازه، بطاريه طبعا قويه جدا، ده يعتبر موبايل تاني جايب نفس البطاريه ب 7000 برضه، هم دول الموبايلين بس اللي جايين بنفس البطاريه، فيعتبر هو من اعلى البطاريات الموجوده في السوق. فطبعا الموبايل بيقدم لك توليفه عظيمه جدا. لو انت معاك 27 تقدر تروح تجيبه، طبعا لو هو بقى متوفر دلوقتي موجود في مصر تقدر تروح تجيبه بمنتهى السهوله. واكتب لي تحت في الكومنتات ايه رايك في الموبايل ده، وهل في موبايل تاني بينافس في نفس الموبايل ده وبنفس السعر بتاعه؟ تقدر تقول لي تحت في الكومنتات ونعمل عليه مراجعه لو احنا ما عملناش. واستنوني فيديو تاني كتير ان شاء الله. كان معاكم عمر هاني، استنوني فيديو تاني كتير، في امان الله.